وها هي رحلة الحفاظ على اللقب والدفاع عنه قد بدأت. النهارده كلنا شفنا قرعة دوري أبطال أفريقيا وحصول الأهلي أو وقوعه على رأس المجموعة الثالثة اللي بتضم كل من شباب بلوزداد الجزائري، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، استاد أبيجان الإيفواري. مجموعة صعبة، مجموعة صعبة، مجموعة ما تستهونش باللي فيها. احنا دايما بنحب السيناريوهات اللي هي الجميلة خالص، اللي انت تبقى اخر مجموعة وتصعد بعد كده التاني بفرق نقطة عن التالت قصص كده. بس الغريب في الامر بقى ان احنا لا معانا سان داونز ولا معانا الهلال السوداني اللي احنا كل سنه كنا بناخدها باكج، يعني كنا بناخد الهلال السوداني او سان داونز، واحد فيهم كده او الاثنين مع بعض باكج معانا، يا اما في دور المجموعات او في الادوار الاقصائيه. فانت احتمال كبير قوي تقابلهم في الادوار الاقصائيه. على الجانب الاخر كاس الكونفدراليه اللي بيشارك فيه طبعا الزمالك، عشان يقع الزمالك في كاس الكونفدراليه على راس المجموعه الرابعه اللي بتضم كل من الزمالك المصري، المصري البورسعيدي، نيمبا النيجيري، بلاك بولز الموزمبيقي. مش عارف بس تمام. في مواجهه ناريه في المجموعه دي يا جماعه عشان تبقى عارف، بين الزمالك المصري والمصري البورسعيدي، لان هم اللي هيلعبوا الماتشين ذهاب وعوده ورا بعض. يعني الزمالك عنده الماتش الثالث المصري البورسعيدي ذهاب، وليكن الماتش الرابع المصري البورسعيدي الماتش اللي بعد كده. مجموعه صعبه. بس القصه كلها في ايه بقى؟ تمام، ان انا دلوقتي عندي فرقه زي بيراميدز معايا. مجموعه دوري الابطال بالنسبه لبيراميدز اللي وقع فيها، وقع في مجموعه صعبه شويه زي الترجي، بيراميدز، سجرادا اللي احرج الزمالك بما يرضي الله احرجه يعني. تمام، ففرقه قويه، فرقه محترمه، فرقه يتعمل لها الف حساب. السنه اللي فاتت كانت بتلعب كونفدراليه، السنه دي بتلعب في دوري ابطال افريقيا. وفرقه تانية كده اسمها غريبه، يعني اسمها الدجوليبه باين حاجه زي كده. بس ما علينا، الاسامي دي موجوده مع بيراميدز والزمالك في الكونفدراليه يا جماعه يعني. تمام. فبصراحه يعني وبما يرضي الله بالتوفيق لكل الفرق المصريه تصعد على الادوار الاقصائيه او تصعد للادوار الاقصائيه، سواء كان الاهلي المصري طبعا، الزمالك المصري اكيد في الكونفدراليه، المصري البورسعيدي في الكونفدراليه، بيراميدز في دوري الابطال. فبالتوفيق لكل الفرق المصريه. تمام. بس طبعا انا يعني ما انتمائي الاول والاخير للنادي الاهلي، بس بتمنى ان الفرق المصريه الثانيه تصعد، او الفرق المصريه الثانيه يعني ايه تقدم بشكل كويس. بتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني ان يجي في الاخر خالص تبقى المواجهه ما بين النهائي هنا والنهائي هنا، ما بين الاهلي وبيراميدز، وما بين الزمالك والمصري البورسعيدي، حاجه كده زي اللي شفناها قبل كده في انجلترا. كان الدوري الاوروبي البطل بتاعه اتنين فريقين من انجلترا، دوري الابطال النهائي بتاعه كان فريقين من انجلترا، ولعبوا كاس السوبر برضو فريقين من انجلترا. فبالتوفيق الكامل لانديه الدوري المصري او انديه جمهوريه مصر العربيه في رحله الابطال، سواء كونفدراليه او سواء دوري ابطال افريقيا.